يعرفوش. ده قصده عليك انت يا مصطفى، مش قصده على ابوه. وطبعا مش هزعله لكن ناوي فيك حاجه. يا ماما هو انا هنزل اتخانق معاه؟ ده راجل سكران مش دريان بحاجه. اصحى اصحى انت والنادل ابنك اللي انت مخلفه اللي طالع على اعراض الناس. يا احمد يا عصفور يا جبان، هو فين الندل ابن الندل علشان اشرب دمه وابهدله؟ هو مين؟ الواد الندل الجبان ابن احمد عصفور. لا هو مش هنا. تعال يخلصك يا حضرة. انا ادخل بيت كريمه العايقه في المجلس بتاعها الاقيهم عمالين يجيبوا سيره بنتي. لا ما يصحش. وتقول لي حوش بنتك اللي دايره مع ابن احمد عصفور. ملوش حق ابن احمد عصفور. خلصك الندل ابن الندل ده يعمل فيها كده. لا ما يخلصنيش انا ده يا عليم يا رزاق يا كريم، هو كان لسه رجع لما طالبينه كمان. حاضر حاضر حاضر. ده ايه القرف ده؟ الواحد معرفش ينام في البيت ده ليل ولا نهار. قولي له بطل بقى الشغلانه دي. هموته. ده له حاجه؟ هذبحهم هو الاثنين. انا هذبحهم هموتهم خالص. هو ابوه. هات النضاره. انت حرام انت وابنك يا حرامي. هذبحهم هما الاثنين. هو وابوه. في ايه يا مصطفى؟ ابدا هيذبحوا هو وابوه. يلا يا ماما سيبوه لهم وهم هيذبحوا، قصدي هيريحوه. هذبحك يا احمد يا عصفور انت وابنك. ماله يا ابني؟ لقيتوه فين؟ طمني. لا ابدا مفيش حاجه، بس الظاهر انه تقل في الشرب شويه. سيبوه ينام وهو يفوق لوحده. يلا يا ماما. هخلص عليه، هشرب من دمه الصايع بتاعه. انا بنتي يبقى سيرتها في مجلس كريمه العايقه. انت ايه اللي يخليك تحط رقبتك تحت رجليها يا صاحبي؟ انت مش عارف العايقه؟ يعني ما اتعلمتش من غيرك. ده حصل بقى يا عمار. لا معروف. شوف لها دي 30 نفر اخلص بيهم الشغل عشان اسلمه للحكومه. احسن بيتي يتخرب. لا يا صاحبي لا. انت لازم تراضيها الاول وتدي لها حقها عن الانفار اللي انت لميتهم من وراها. غير كده لا. هي مش حرمه، لكن انا بقى بصراحه مش قدها. ليك عليا يا عم في سهره الليله المعلوم يندفع ونظره الرضا تشوفها في عينيها. حاجه تاني بقول لك ايه، خد البضاعه وامشي، انا مش هستلمها. انا هنشوف متعهد غيرك يبقى ربنا كيلو مش نص. مالكش دعوه بيه. نزل انت الحاجه وانا هستلمها منك واتكل انت على الله. يعني ايه بتتحداني؟ لا انا بحميك، انت لسه جديد. انت عارف المتعهد يبقى مين؟ يبقى مين؟ تبقى كريمه العايقه يا غلبان. الله، وانا المدندشه مثلك تعرفها. طب انا اعرفها ليه؟ هتعرف يا اخويا، هتعرف بالذوق، هتعرف بالعافيه، هتعرف. ويا تعرف وانت بترقص يا تعرف وانت بترقص. يا احلى صحبة في الدنيا متجمعين عند الجالية. يا احلى صحبة في الدنيا ومصهلين الليلة دي ومروقين ومبسوطين ومفرفشين ومروقين ومبسوطين ومفرفشين. يا احلى صحبة في الدنيا متجمعين عند الغالية. يا احلى صحبة في الدنيا ومصهلين الليلة دي ومروقين ومبسوطين ومفرفشين. يا احلى صحبة في الدنيا متجمعين عند الغالية. يا احلى صحبة في الدنيا
جماعه مالكوا سكتوا كده ليه؟ هو انا بعبع؟ استغفر الله العظيم، ده انت ستنا كلنا. حق لو البعبع حلو بالشكل ده كان الواحد دور له على بعبع وقاعد العلم فيه. يا احلى بعبع في الدنيا متجمعين عند الغالية، يا احلى بعبع في الدنيا ومصهلين الليلة دي ومروقين ومبسوطين ومفرفشين ومروقين. جهز نفسك وارمي بياضك. جاهز، بس افتح انت الكلام. واجب. بقول ايه يا ست الستات والرجاله كمان. والرجاله والشناب وكله صلحاوي عنده كلمتين يراضي بيهم الخاطر. الكلمتين يخليهم له ويلايمني على القرشين. جاهز، وعليهم بوستين كمان. البستين هنا يا روح الغاليه. المحل ده فيه ادوات كتابيه، انا هدخل اشتري الحاجات اللي لازماني المدرسه. يعني ما لقيتيش غير المحل ده؟ لا، ده بتاع العيقه، حد الله بينا وبينها. عيقه ايه ورايقه ايه؟ وانا هخطبها؟ انا هشتري الحاجات اللي لازماني. تعال. يا سلام يا ناديه، وده وقته، خليه وقت تاني. جرالكوا ايه؟ هي هتاكلنا؟ تعالوا بس. يا صباح اللبن الحليب. صباح الخير. صباح الرضا يا روح الغاليه. من فضلك عندك كراريس انجليزي سفرين؟ وفرنساوي كمان. ده صعب وده صعب، اللي يعجبك اشتري منه. لو سمحتي في حاجه احسن من كده شويه؟ يو جرايه يا شاب، انت جايه تشتري ولا تنكي فيا؟ عاجبك اشتري، مش عاجبك اتفضلي مع السلامه. اسمع، مين دي؟ دي نادية زميلتنا، درست الانجليزي الجديد. يا صباح اللبن الحليب، تكون عشان بس غريبة. جاي. ازيك يا حسون؟ احسن منك طبعا. والاسمنت وصل على خيرة الله. ورد واستلم. بالسلام. يا صباح الرضا. اهلا يا برع. بقول ايه يا ست الكل؟ قول، هو انت بتبطل هواله؟ واحنا لينا مين غيرك عشان نقول؟ يعني يرضيك كده العمده عمايله فينا؟ عمل ايه تاني؟ مسحب بلاغ ده في النت؟ بس رجع بقى ونطلق زومبا تاني. زوبة ايه؟ قال ايه؟ انا رجعت محل لحمه الجمعيه. طب اجيبها منين انا لحمه الجمعيه دي؟ لا، تطولها ابن احمد عصفور. هنسرح ببعض من الاول، يبقى المقابله انتهت. طب وحياتي لازم توصلين احمد عصفور، ده فتح بيوت. خيالش تكون بيوت الدلالات. بقول لك ايه، اللي يعرف سكه احمد عصفور ماليش دعوه بسكتي انا. على بلاطه كده، ان ما خدتش انا اللحمه غيري هياخدها. يعني معناها انها هتتباع بره البلد، يبقى اهل البلد اولى بيها ولا غيرهم؟ يعني ميت على عصفور؟ خلاص خليه يخلصك من ايدين العمده. لا، ما هو ما تمسكنيش من ايدي اللي بتوجعني. لا، امسكك واقطعها لك على ايد احمد عصفور كمان. الله، طب ما تعمليش كده، الدنيا اخد وعطا. بس انا اخد ما اديش يا روح الغاليه. رقبتي سديده. يا بنتي تسمعي كلام احسن لك، خليكي في دراستك احسن. مش بني ادم كده؟ دراسه ايه وتعليم ايه؟ والله انت هتضيعي نفسك. معلش يا حبيبتي. قلت لك انت المدرسه وخليكي انا بقى. طب واخر سمستر ده ايه؟ اخرته البيت طبعا. وهو انت يعني اخرة دراستك دي ايه؟ مش الشهاده يا فالحه؟ طب تلاقيكي حتى بعد ما تاخدي الشهاده ما تعرفيش تتجوزي واحد زي مصطفى. كب عليك وعليه ايه؟
زكريا. صباح النور يا سي مصطفى. وحشنا قوي يا عم زكريا. الله يخليك يا سي مصطفى. بقول لك ايه يا عم زكريا؟ نعم. هي مين دي اللي دخلت مع المدرسات؟ دي المدرسه الجديده بتاعت الانجليزي. ربنا يخليك يا عم زكريا. السلام عليكم يا عم زكريا. عليكم السلام يا ابني. ايه اللي هفهمه ابوك امبارح؟ ايه؟ احمد ربنا اللي ما عرفكش، ده كان زمان وفرحت. بس بالذات انت مش مبسوط؟ مبسوط من ايه بقى؟ من الفضيحه اللي عملها لنا من بيت العايقه لبيتنا لبيتكم. يعني اهو برضه بالشكل ده تصرفات الطريق. انا قولي لي ايه؟ انتوا جالكم مدرسه جديده؟ قبل نجح كتير. لكن ما ردتش على سؤال. بقول لك يعني اللي عمله ابويا ده مش برضه تصرفات الطريق. طريق؟ طريق ايه؟ طريق المأذون. مأذون؟ ليه؟ هو طريق المأذون ما غير بالفضايح؟ لان ابويا لا يمكن هيوافق غير بالطريقه دي. انت عارف رايه كويس في ابوك. طب لما هو رأيه فيا انا وابويا كده، ليه تغصبيه ناس بناس حراميه؟ لكن انت مش حرامي، انت راجل معاك بكالوريوس تجاره، بكره تبقى موظف قد الدنيا. كلنا ما عندناش مشكله. الشقه موجوده في عمارتنا والايراد مضمون. وانا الوريثه الوحيده لابويا. والله ده كان يذبحك قبل ما يذبحني. اذا لقاك سلمت نفسك وشقى عمره لابن احمد عصفور. مالكش دعوه بالكلام اللي بيقوله ابويا، ده كلام سكر وبس. انما انا بقى لما انفذ الخطه اللي في دماغي هخليه هو يجي يخطبك من ابوك. خطة ايه بقى؟ ما انا مش هخلص من مفاجآتك انت وابوك. هقول انك اغتصبتني. انا غلطان عشان سايب نفس العينه زيك. قومي يا بنت انت، قومي فز يلا قومي. مش قايمه. يعني ايه؟ مالكيش اهل؟ انا النهارده مش مروحه، اقضي طول النهار معاك. اسمعي يا بنت انت، جنانك ده لازم يبقى له حدود. حدود الكوشه. خرب عقلك، بطلي جنان، احنا في الشارع. الله، ما انت مش راضي تتلم في البيت. طيب حلمك عليها شويه. اديني فرصه لغايه ما ارتب اموري، بلا خطف بلا اغتصاب. احنا فين؟ في شيكاغو؟ انا هصدق، لكن تعرف لو ده ما حصلش هعمل فيك ايه؟ يبقى اسقيني حاجه اصفر علشان تحطيني قدام الامر الواقع. ايوه يا اخويا اتريق دلوقتي، لكن ساعة الجد هوديك في داهيه. تشيلك. ايه بتقول ايه؟ لا ولا حاجه. بقول انا سمعتهم بيقولوا انها بنت ناس قبل ناديه دي. ايه الحكايه؟ كل شويه قبل ناديه قبل ناديه. ولا حكايه، بقول لك بيقولوا وانا سمعت. امم يا دي النيله على البلد اللي بتحاسب الواحد على اللي بيسمعه. ايوه يا اخويا سميع، اياك بس تكون سمعت الكلام اللي قلته لك على الجواز. بس بقى بس يا اخي. ايه ده؟ ايه؟ يلا بينا، الساعه فاتت وزمان العجلات بيدور علينا، يلا بسرعه. عصفور اطلع من القفص، التموين وصل. واللي يفضل ترص جوه، ما تخليش حد يشوف حاجه ابدا. حاضر يا معصفور، بس ما تعوقش علينا علشان مش عايزين شوشره. ولما الميه تغلي وتوصل للربع تقوم انت مبيتهم في الندى للصبح. اوعى تنسى وقبل الفجر بدقيقه تروح قايمهم مره واحده. الله يرحم ابوي ما كانش بيخف الا على الوصفه دي. امال ما اتنين اعمر بقى انت هتكسر. انا اعمل لك ايه يا اخي؟ وانا مغسل قدام الجنه يا عاشر مره اجي سعادتك يا ليه؟ ان شاء الله يكونوا 1000. امال عايز انا اللي اجي لك؟ ما اخدش عليكم كمان في بيوتكم، يمكن انا نسيت احط لكم فم وما دام يخلص ربنا. انت تعالى بس عيان ولما تصدق بالله يا عم التنادي. لا اله الا الله يا حضره المريض. انا صاحي من النيل علشان اجي من السفر لحد هنا، ولا فرحي بالك السفر وحده لا كنا زهقنا ولا زهقنا حد مننا. وتصحى من النجمه ليه؟ ما تيجي على مهلك كده وبراحتك ساعة العصاري تخلص مصالحك الاول وانت بتهاجم على عيادة الدكتور على طول. وتدفع كام يعني؟ تدفع بتوع ايه؟ انا الكشف الخصوصي في عيادة الدكتور الخصوصي. 3 جنيه يا راجل، بس هتقعد على كرسي منجد رجل على رجل مستريح اخر راحه. هناك ممنوع التدخين، انما رجل سواد وانا كان هسيبك تدخن زي ما انت عايز وتقعد انت وهو تدي التكييف. يفهم منك وانت تفهم منه، انما يا ولد هيفهم ايه ولا ايه في وسط السواقه اللي بره دي؟ وال3 جنيه بالدواء ولا من غير الدواء؟ انت عايز تدفع 3 جنيه كمان للدواء؟ ايه يعني 3 جنيه؟
بس ساعتها العيا هيقول لك توبه من ذنوب. طب انا ايه ما تظلمنيش ده وهين؟ هتصرف لك ايه؟ هتصرف لك ايه يا راجل؟ هتصرف لك شويه ميه ملونه واسبرنتين وساعتها تقول دفعت 3 جنيه ولسه ما كنتش. انا كل اللي تكتبه انت ما صدقت اتنيمت عليه. لكن ايه؟ في عيادة الدكتور هناك دواء مستورد من بلاد بره جاي اسمه مكتوب عليه خاص والدكتور ابراهيم علوم. طبعا انت مش فاهم حاجه، انما اسم الدواء ده بقى الدكاتره كلهم في مصر ما يعرفوش عنه حاجه. يا سلام، ناس ما عندهاش تقوى ولا ايمان. هما دول شويه الصابون اللي طلعوا من ذمه احمد عصفور. هو بيدينا بيته يا اخي، مش دي بضايع الجمعيه اللي الحكومه عاملاه عشان تخف عن كاهل الغلابه. معلش يا حضرة العمر، اصل الكمية المرة دي شادة شوية، وكل واحد من بهوات البلد دي خد حصته. بهوات ولي مش من بهوات برضه ولا يمكن رفضوني. ما تقولش كده يا حضرة العمر، ده انت الخير والبركة، بس اصلك انت مننا وعلينا ونقدر عليك. تصدق ايه؟ كل اهل البلد ما خدوش ربع الكمية دي. اهل البلد؟ هو في حد من اهل البلد يعرف طريق الجمعيه؟ قول انت اللالات وخلي الطريق مسطور. معلش يا حضرة العمر، ملحوقة المرة الجاية بإذن الله. اسمع، فاهم احمد عصفور؟ اذا ما كانش يتعامل معايا وخلي في عينه حصوة ملح، الجمعيه دي هتشوف لها مشرف تاني. مع السلامه. ايه دول يا اخي؟ حق الصابون مش كل حته ب4 ساعة ونص، مش تسالتها كده؟ لا انت سالتها 4 ساعات بس. طيب يبقى معاك في كل حته تعريفه زياده. وهيعمل ايه التعريف؟ هيكمل الجامع ولا يصرف على اليتامى ولا ينور شوارع البلد؟ يا اخويا بقالنا 10 سنين بنسمع الكلام ده، لا جامع اتبنى ولا شارع اتنور. وحضرتك مندوب الديوان المحاسبه جاي تحاسبيني؟ لا حاسبك ولا ناسبك، اما انت تاخد شيل في كل حته صابون. انا ابيعها بكام؟ وانا مالي انا ومال بيعها؟ شلة قطعيه وتبيعيها سندوتشات. عاجبك اتفضلي، مش عاجبك فلوسك اهي. ويلا يلا ورينا على الكتاب، ما تجيش هنا تاني. تعالى اقعد انت حاسب على كل واحد. يلا يلا وجبرنا يا ابن عمي، خبرنا يا ابن خالي. يخرب بيتك سقاي. استاذ سقاي بالحضن يا كريمه. حضر الاتوبيس، هما ال10 سنين لحقوا يخلصوا. حسن سيرك، اعتبروني قدوه حسنه. والله بتشك فيها يا كريمه. لا سمح الله، ده انا متاكده منك. اقعد. وحشتكوا طبعا، ما هو ده عيبي، ليا وحشه. وحشنا نصبك وتلقيح جتتك. قول خرجت امتى؟ من ساعه زمن بس، فت على القهوه اطمنت عليها وجيت هي الناحيه اللي كان. كان ايه يا اخويا؟ هو كان في حاجه بينا يا روح الغالي؟ قصدي يعني نحضر السهره اياها، نطمن على حبايبنا. القهوه يا ست كريمه. حسونه. نعم. شوف سقاري يشرب ايه؟ هو عارف ولا نسيت؟ ازاي عيب؟ انا سايبه واحد. طيب نطمن على الكازينو بتاعك، نشوف مين اللي جد. فشلت. هو بيتي كازينو؟ بلاش الكومن ويلز، الكونجرس، القعده العائليه اللي بتلم الشمع المجرمي. حاجه انت عند. يلا يا ابو اسماعيل، ايه قاعد تتكلم ودورك هيفوت؟ على مالك يا اخويا؟ ربنا يديك على الصحة. مالك يا حاج؟ على قلبي المال. وانت ربنا يديك الصحة وياخدها منك تاني. خش يا حاج. على قلبي المال. كرهني يا سرور، انت مش شايفني ولا ايه؟ مش شايفك ازاي بقى؟ ما انت راجل مالي هدومك ولا يا عم سعد. قول لي الدكتور عايوش ان سعد ايه عاجبك؟ ايوه بس لما الدكتور يخلص كشف على الناس اللي جوه. ايه ده؟ بتشرب سجاير وانت بتلقف يا راجل يا
خد يا سرور، ان شاء الله تتحرق قبلها. قادر يا كريم، خد. الله، ما انت راجل كلك نظر اهو يا عم يا دكتور سعد. ثانية واحدة، اصل الناس اللي جوه دول استشارة، انما انت طبعا ليك قاعدة مخصوص. يا دكتور، الدكتور سعد صاحب الاجزخانة. ادخل. لا، كويس كده وتستمر على الدواء ده وبلاش البلاوي اللي بتاكلوها. ايه؟ بحب المسكتة اللي قد كده، تودي ولا تجيب؟ تجيب البلاوي وتودي في داهية. اللي بعده يا سرور. يلا يا حاج يلا. اتفضل يا دكتور سعد. اهلا. خير. الخير هيجي منين يا دكتور؟ ايه الروشتات اللي انت بتكتبها دي؟ ايه؟ بكتب دواء. دواء؟ بقى ده لو لقيت اجزخانة زي بتاعتي؟ والله انا ماليش صالح بالاجزخانة، انا ليا مصلحة المريض اللي قدامي وبس. ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، ان ما في دواء ازيد من جنيه تكتبه. وماله؟ محلي ورخيص وعلى قد الناس الغلابة. اكتب ليه انا دواء مستورد فوق ال10 جنيه؟ خلي غيري يكتبه لك. هو لو كان في غيرك في البلد انا كنت اتحوجت لك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا سيدي انا تحت امرك، اللي انت عايزه، العمولة اللي تطلبها، قول بس. انا ما طلبتش عمولة، انا طلبي صريح ومحدد وواضح. بنتي تبقى شريكة معاك في الاجزخانة بالربع بس. معقولة دي؟ ده ولادك اتنين، واحد في الشرق وواحد في الغرب، وما كتبتهمش شركة حتى في بنتك انت. انت ولادك هيورثوك بعد ما تموت، لكن انا اخد نصيبي في المكسب اول باول. يا كده يا الدواء محلي على روشتة الوحدة ويصرفوه من هناك. اظن كلامي واضح. اللي بعده يا سرور. انت بترد يا عيوش؟ اللي بعده يا سرور. نهد من اعدامها. معلش يا اخويا. ابدا، خد استقرار المجلس المحلي ده، عشان العالم دي بتستنزف فرصه ان انا بفك الخط ولا اربطوش وتقول على لساني كلام لا قلته ولا حتى اعرف اقوله. الله، مالك يا درس؟ لا مفيش حاجة. يا اخي اتهديت من الكلام اللي قاله الدكتور ديك النهار. ولا يهمك، بكره يجي لك لحد هنا برجليه عشان يخطبك لبنته ويداري فضيحتها اللي زمانها وصلت لحد اسوان. والله ده حرام، الراجل كان سكران والسكر يا بيهيأ. طب ما هو لولا سكر ما كانش وقع في المصيده برجليه. هيجيلك ويشتري الشبكه والدبل ويديك الشقه اللي على النيل في مصر هديه. هي شقه بنته وجوز بنته ايه؟ ازاي ده بس يابا؟ مين يقبل الكلام ده؟ الناصح، الراجل اللي يعرف مصلحته فين. جواز وشقه على النيل في مصر وعزبه في البلد وشيء وشويات في البنوك. انت هتنهب. شوف اسمع بقى يابا، انا البنت دي مش عاوز اشوف وشها. تبقى اتجننت؟ حد يرفض النعمه؟ ده تكنيله في خيبتك القويه وفقرك الذكر. يابا يعني هو الغنى ما يجيش الا على ازمه الناس. الحياه فرص، والفرصه اللي بتضيع ما بتتعوضش ابدا. ده انت اللي بيقولوا عليك صحيح. نادية، خليفين الفستان ده بالساعة. بالساعة؟ بالساعة، اتخطب بيه وارجعهولك على طول. ساعة واحدة بس. وما اتخطبش انا ليه؟ الله، ما انت اتخطبتي واتجوزتي واتطلقتي كمان. ودي كانت جوازة برضه؟ لازم بقى ما كنتيش لسه اشتريتي قلم الروج ده. عاجبك قوي قوي. خلاص يا ستي خديه. صحيح؟ يمكن يكون سره بدأ معاكي. وانا كمان اخد الفستان. خديه وحلي عني. ناسية. نعم اخد انا كمان الجزمة دي وحلي عني. الله، ده انا ليا ورثة بتكون بقى ومانيش عارفة. بقول لكم ايه؟ تروحوش تقبضوا ما هي بتاعتي احسن. يا حسرة على الكم ملطش اللي بتاخديهم. انا مش عارف، ما دام انت في العز ده كله سبتي بالك وجيتي ليه؟ ده المبلغ اللي بتاخديه هنا ما يجيش تمن جزمة واحدة من بتوعك. لا وايه كمان؟ بتدي دروس خصوصية في المجموعة ببلاش. طب ليه؟ ما انت كنت ببلدكم سلطانة زمانك عشان تقروا عليا. اصل القر اللي في بلدنا ده انتايه، انما انتوا هنا بقى قركوا ضرر. على فين؟ الله،
مش ده بيت الست كريم ولا انا غلطت في العنوان؟ نقول لها مين؟ جاب الله. مين يا سنية؟ جاب الله مين؟ جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي. ينيلك، جبنا في سيرة القط جاي ينط. سلام. بقالي يخرب بيتك. رايح امتى يا ولد؟ ده ترحيب ولا تقرير يا عم؟ ترحيب لك بقالي. ازيك يا عم؟ ازيك يا اخويا؟ مين يا كريم؟ مين الطويل ده؟ وصالحي مهندس في البلدية اهلا ومقاول من الباطن. اهلا. مقاول من باطن. ويحبسوني انا. ازيك يا مصالح؟ الله يخليك. ازيك يا اخويا؟ الله يخليك. منور قوي. الحمد لله. برعي. بالحب ازاي يا برعي؟ ازيك يا برعي؟ برعي الجزار عارفه طبعا. ازيك طبعا. ازيك يا برعي؟ كفاره الف كفاره. والتحيه دي بقى النجم القعده المعلم سقاف. مين ده يا كريم؟ عمار مقاول الأنفار. ازيك يا عمار يا مقاول الفار؟ من غشيش يا حلو. بقى لو في وعي اعلامي في البلد مش كان التلفزيون سجل الاستقبال بتاعي؟ هو التلفزيون موجود ولا لغوه بعد ما دخلت السجن؟ موجود. سيداتي انسات سادتي، اليكم نجم الجيل وكل جيل السقاري السقاري. ازيك يا برعي؟ بتلاقي بقى واحمد ربنا. ده امر بقى ده ولا عشم؟ نقط تنظيم. اذا كان كده تعالي قولي لي اخبار النميمه ايه ولا بطلتوا؟ ونعيش ازاي يا روح الغالي؟ على ان احنا انتم هتوردوا على جنه، كلكم هتروحوا النار يا كفار. شيخ سقاف. انا بريء منكم ومن مجلسكم الموقر يوم القيامه. هو مجلس بالظبط ايه الحكايه؟ ازيك يا برعي؟ قبل ما تاخد الحكم والحكومة تعزمك على حسابها 10 سنين. على حسابها ولا بالضرايب اللي بتاخدها من الشعب؟ كملي. ازيك يا برعي؟ هو انا عارفه اتكلم، ما تخرس يا اهو خلصنا. ازيك يا برعي؟ الدكتور علوش. اشمعنى؟ البت بنته اللي كانت قد كده. النص لبه دي. ما هي لسه برضه نص وعايزه تكمل النص التاني. ومين بقى اللي عليه العين؟ مصطفى ابن احمد عصفور. والنبي مش كفايه ابوه بينا شقوط الغلابه، هو كمان حينش في اعراض الناس. يا سلام يا سلام على الناس لما تغول في بعضيها. يا سلام. وياخدوا لحمة الجمعية وبوضع اخينهم. يا سلام. الله. جرى ايه يا عمدة؟ مش خلاص اصطفينا في عادة الست؟ كان بيهزر يا برع. وانت يا عمده خفاها شويه. طراطير احنا بقى، تطيحوا ببعض واحنا طراطير. خلاص اتحبست انا، البلد ما بقالهاش كبير. ما تتنايل تسكت. مش قدام الاولاد عشان بعد كده ما ياخدوش علينا. يا شيخ تنام 60 نيله كده. خلينا نشوف مصالحنا. ازيك يا برعي؟ حلاوتك يا رايق. مصالح. اخبار الطوب والرمل ايه؟ كله جاهز يا ست الكل، بس الناس عايزه فلوسها. ايه؟ هو احنا امتى كنا حق حد يا اخويا؟ يا ست كريمه، السوق عاوز القرش يجري، انما القرش الراقد برقه صاحبه جنبه. لا بقى، ده بكيفي يا روح الغاليه. زي ما دوخوني على الطوب والرمله انا هنشف ريقهم على الفلوس. امرك يا ست الكل اللي تشوفيه. وانت يا عم مش نتكلم جد شويه؟ ليه ما كده حلو؟ لا دي مسخت قوي. ربنا يستر. بقى الواد عبد المنعم ابن الوليه اللي مش عايزه تغسل عندي لم يستدل على عنوان المذكور. مش عارف عنوانه ليه؟ عشان الجيش ولا عشان ما هو بيخدم في ارضك ساعتين في اليوم؟ خلاص، هو يشتغل ساعتين في ارضي وتشتغل ساعتين عندك على الطشت، والا تم العثور على المذكور وتم ترحيله. يا عيني على الظبط والربط. ولا تحب كمان اجيب لك كلبهم يهوهو على بابك ساعتين كل يوم؟ ليه؟ ما هو البركه فيك يا عمده. استحي ولا كان عندك دم. انت المبلغ كام؟ 6000 جنيه. خد. عدهم. 1 2 3 6 مواد. صح. هتاخد حقك؟ تاخد حقك. يعني ايه مش فاهم؟ ده لازم التحصيل 30% و200 جنيه درجه يبقى حقك معاك. لسه مش فاهم؟ تروح تتحصل لا قلت ايه؟ حاول ايه؟ امر لله. سبحانه يقسم الارزاق ولا ينسى احد. انا بنتي تبقى شايلها على كل لسان. ومع مين؟ ابن احمد عصفور. قطع لسانهم واتنشر خبرهم. هو انت في زي بنتك؟ دي بنتك دي قطه مغمضه. كفايه تغميض في عينك انت بقى. كفايه نوم. انا بالنهار مشغول في الوحده وبالليل في العياده، وبنتك دايره على حل شعرها
وشكم. بنت مش فاضيه للكلام الفارغ ده، بنت مشغوله بمذاكرتها. لكن بنتك بتاخد السنه في 3، ويوم ما تنجح بفلوسنا. افتكر عيب اننا نبقى في ثانوي ونعمل لعب العيال ده. مين اللي عمل كده؟ محدش يقدر يعمل حاجه، ده مش مننا يا ابو. يلا يا بنات واحنا مكاننا. لا بقى مش عمايل ثانوي، دي عمايل جامعة وتجارة بالذات. وبعدين يا نبيلة مش عايزين كلام كتير، خلاص بقى. نبيلة اطلعي بره. ليه عملت ايه يا ابو؟ اذا سمحتي اطلعي بره. خرج ده يا نبيلة وما تعطليناش. يعني هتعطلنا عن ايه؟ واحنا كنا فاهمين حاجة؟ اتفضلي بره. ايه اقف يا زلمة؟ ايه بقى اللي انت مش فاهماه؟ ايه يا ابو؟ هو عيب ان الواحد يقول الحقيقة؟ لا مش عيب. وايه هي الحقيقة؟ اني مش فاهمة حاجة، مع اني كنت بفهم كويس قوي من الابلغات قبل كده. وش معنى الباقي فاهمين؟ هم فاكرين وانا فاهمة. بقى لا ما تقعديش قبل ما اعرف السبب. واذا كنتش ضعيفة فليه ما بتحضريش المجموعة مع باقي زميلاتك؟ بابا ما بيرضاش. يا ريت حضرتك تبقي تيجي تديني درس خصوصي في البيت وتاخدي اللي انت عاوزاه. انا ما باخدش فلوس، ممكن تشوفي حد محتاج لفلوسك. انا اللي عايز درس خصوصي يجيني في المكان اللي انا احدده وفي الوقت اللي انا عايزاه. مش اللي محتاج يقابلك. ادلي ما تقعديش يا سماح، اطلعي بره. طبعا الفل يا عم زكريا. ازيك يا عم زكريا؟ وحشنا قوي يا عم زكريا. الله يخليك. بكره الجمعه بقى يا عم زكريا ومالكش حجه، ولازم تيجي تقابلني في نمره 6. اشمعنى يعني بكره؟ طب ما انا قصادك اهو. لا اصل بكره الجمعه عايدة عم زكريا. ونتقابل على رواق. كان حضرتك ماشيه ليه بدري النهارده يا سمح الله؟ جدولي خلص، اقعد اعمل ايه؟ انا معاك حق اسنانك. الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه يا عم زكريا. ما تنساش ميعادنا بكره يا عم زكريا عند نمره 6 يا عم زكريا. السلام عليكم يا عم زكريا. السلام عليكم يا ابني. طب عاوزني في ايه بكره ده؟ اللهم اجعله خير. انا انت قابله يا قابله. افندم. ممكن اعرف حضرتك ليه طردت البنت من المدرسه؟ ايه حضرتك؟ حضرتك ابوه، امال يعني مأجراني؟ طب ما تسأل بنتك هي عملت ايه عشان تطرد من الفصل؟ هتكون عملت ايه يعني؟ عملت حمله؟ سمعني ولا مؤاخذه حضرتك بتقبضي كام في الشهر بطوله عشان تطردي العيال؟ انت مالك ومال باباك؟ عشان عندي الصبيان اللي بيقبضوه في الجمعه ما تقبضوش انت في شهر بحاله، وتستجري تطردي بنتي؟ انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. شوفي بقى، احنا عندنا الست اللي تفتح بقها تاخد على دماغها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ربيه. روح ربي بنتك الاول. انا بنت متربيه احسن تربيه. طب اسمع بقى، لو ما خدتش بنتك ومشيت انا اللي هربيك. كده يا ابن احمد عصفور. طيب مسيرنا نتقابل تاني. يلا 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 يا بنت يلا. ولا يهمك منه، ده هو منظر كده بس. ما هو كله من حضرتك وعمايل حضرتك. انا بعمل ايه؟ المرايه اللي قاعد تزغلل بيها عينين البنات. انا بزغل بيها عينين البنات برضه؟ امال ايه؟ بزغل بيها عينين قبلتهم عشان مش واخده بالها مني. طب اتفضل بقى. طب الراجل ده مش يمكن يستناك في اي حته؟ انت عايز تخوفني ولا ايه؟ مش عيب تخافي ولا جنبي؟ لو قلت عليك انتهاز تزعل؟
ولو قلت عليك انك زي القمر وحلو تزعل؟ برضه انت هادي. ما تنساش يا عم زكريا، بكره الساعة 10 يا عم زكريا. سلامة عقلك يا سي مصطفى، هو انت بتكلم مين؟ بكلم عم زكريا. زكريا؟ انا مش شايفه رجاله خالص. لا ما هو مش ملحقه بعد اذنك يا ست كريمه. زكريا خلينا نشوفك يا سي مصطفى. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ بنت يا بنتي، مش قلت لك 100 مره ما بحبوش؟ البيت مغص يا بنتي. خلي الغذاء ليكي وقت انا بقى اللي بحبه. مساء الخير يا بابا. هو ما بيردش ليه؟ يعني ما انتش عارفه؟ لا مش عارفه. عشان فضحتك. فضحتي؟ مالك يا سماح؟ مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه يا بنتي؟ قولي. فضحتي؟ امال لو عرفتي الحقيقه هتقولي ايه؟ يا مسكر. مالك يا سماح؟ قولي لي فيها يا بنتي. اعمل ايه يا ماما؟ بيهرب مني كل ما اقول لي حاول اصلح غلطته. هو مين؟ كان احمد عصفور. منه لله يا ماما، استغل حبي ليه؟ استغل حبي. بنتي يا سماح، بنتي تعملي كده. يا ست يا ست. انا ابوكي. لا الواد ده لازم يصلح غلطته، ورجله ورجل ابوه على رقبته. ازاي بس يا ماما؟ ده انا حبيت وراه، اتدللت له، وبرضه مفيش فايده. لا يا اختي مش بكيفه، ده انت ليكي حق ما يسيبش حقه ولو هيموت. كده برضه يا عم زكريا؟ ده انت موعدك من عيله يا عم زكريا. بقالي ساعه بستناك وما جيتش يا عم زكريا. ربنا يسوقك يا عم زكريا. يا نهار اسود، الراجل صدق بصحي وجه. يخرب بيتك يا عم زكريا. معلش يا سي مصطفى، اتأخرت عليك شوية، أصل الأتوبيس اتعطل بينا في السكة. وتتعب نفسك ليه وتيجي يا عم زكريا؟ إيه أقل منها يا سي مصطفى؟ لا تبقى مستعلي للدرجة دي، ولا جيش، ده حتى ما تجيش. والمثل بيقول إن حدتك حي اتلفح بيه، وأنت اوصل في النبي أحسن راجل من ودينك. والله عملت باصلك يا عم زكريا. أمال غيرك اداني بومبه جامده قوي. إيه؟ يلا بينا يا عم زكريا. على فين؟ على البلد. بلد؟ هو أنت كنت جايبني من البلد عشان ترجعني تاني البلد؟ اصل بصراحه يا عم زكريا انا خايف حد يشوفنا مع بعض، سيرتنا توصل لكريمه العايقه، وانت عارف بقى مجلس العايقه والكلام اللي بيتقال فيه. إيه؟ يلا بينا يا زكريا. يلا. أبلة نادي. ايوه، في واحد مستنيكي تحت. يا ابيض، هو جه لغايه هنا كمان؟ هو مين اللي جاي لغاية هنا؟ هيكون مين يعني؟ هو هو بس هو اللي ساكن في قلبي، هو بس هو اللي وهبته حبي. ازيك يا ناديه؟ اهلا مصر. ممكن نتكلم مع بعض شويه يا ناديه؟ في ايه؟ ده يسري، جوزي السابق او طليقي. في حاجه تانية عايز تتكلم فيها؟ متهيألي فيه، بس ممكن نخرج نقعد في حته. لا مش ممكن. عايز تتكلم اتكلم هنا. طب استأذن. افندم، ناديه انا جاي اوشرك من خلاص عليك، ولازم نرجع لبعض بقى. انا كل اللي كان يهمني هي المعامله الطيبه، وانت طريقتك كانت مستحيله. طريقتي كان ليها اسبابها، ودلوقتي خلاص الاسباب راحت. انا دلوقتي يا ناديه بقيت انسان طبيعي تماما. يسري ارجوك، انا مش هرجع لك. في حد تاني؟ ايوه فيه. صحيح يا ناديه؟ هضحك عليك ليه؟ خلاص الكلام انتهى. تأكد يا ناديه اني بتمنى لك السعاده من كل قلبي. عن اذنك.
طب مش كنت تقولي لي من الاول عشان ما تعلقش انا؟ طب ارجوك ما تفهمش غلط، انا هبقى اشرح لك كل حاجه بعدين. عارفه لو ما كنتيش جيت المره دي كان هيحصل ايه؟ كنت هنتحر واكتب ورقه جنبي واقول انا ضحيه ابله ناديه. بعد الشر عليك. الله، حلو قوي بعد الشر عليك. قاعد والنبي قاعد. قاعد ايه وانا بغني؟ عارفه لو كل المغنيين حلوين قوي زي كده انا كنت ابقى اسميها درجه اولى. صدقيني يا ناديه انا بقول لك احساسي الحقيقي. عشان كده عاوز اعرف مين اللي كان عندك في بيت المدرسات؟ بعدين يا مصطفى، بعدين. لا، ما انت لازم تقولي لي والا هنتحر فعلا ويبقى ذنبي في رقبتك. في حاجات ما تتقالش يا مصطفى. ما تتقالش عن ايه؟ لا انت لازم تقولي لي. دي حكايه طويله، ابتدت وانا لسه طفله صغيره. لما امي ماتت ابويا اتجوز غيرها، وبعد فتره هو كمان مات، واهلي وقفوا ضد تعليمي. محدش وقف جنبي غير مرات ابويا، هي اللي صممت ان انا ادخل الجامعه. وفي يوم وانا راجعه من الجامعه قابلتني ابتسامه حلوه. اهلا اهلا بعروستي، تعالي اقعدي يا حبيبتي. خير؟ ها ادي قاعده، هاتي معانا. قولي لي نعم، ايه رايك في يسري؟ يسري مين؟ اخويا طبعا. ماله؟ اتكلم عليه. مش عيب برضه يتكلم عليه؟ لا بتكلم بجد. هو عايز يخطبك. طب ما يخطب، انا مالي؟ الله، انت بتهزري ولا ايه؟ هو ما هزرش ليه؟ اذا كنت بتكلميني عن الجواز قبل ما اخلص تعليمي عايزين اقول لك ايه؟ اطمني يا ستي، هو موافق انك تكملي تعليمك حتى بعد الجواز. ها؟ ليكي حته ثانيه؟ واتجوزته. صعب عليا اقول لك اكتشفت ايه يوم الجواز، لكن اضطريت اسكت. هو معاملته كانت فظيعه، اهانات وسوء ظن. ولما الحكايه زادت اضطريت اقول لاخته، لكن هي قالت لي مش مشكله. تعالي يا عبيات. دي عطيتي الجايه يا حبيبتي. عشان ايه دول؟ علشانك يا حبيبتي، عشان خاطري يا نادي. ما تفضحيش يسري، واللي ما قدرش عليه النهارده هيقدر عليه بكره، وبكره الايام جايه وهيتعالج. تعالي تعالي. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. المهم معاملته بقت اسوء، واصر ان انا ما اكملش تعليمي مع اني كنت في اخر سنه في الجامعه. لقيت مفيش قدامي حل غير اني اهدده بالفضيحه، ولو ان بيني وبينك ما كنتش هعملها. وبعدين؟ ابدا. لما لقى مفيش فايده من جوازنا راح مطلقني. نجحت، اشتغلت، وطلبت نقلي هنا بعيد عنه. ياه، اتعذبت كتير قوي. انا اتاخرت كتير قوي. لا لسه بدري، خليكي معايا شويه. على ايه؟ احسن الاقي سيرتي في مجلس الهيئه مره اخرى، ما انت بقيت تشبه. حقيقي خايفه منها؟ هخاف منها على ايه؟ ده انا حيالله معديه، السنه دي هنا واللي جايه لا. لا، ما هو انا مش داقة عصافير. تدفع فلوس الكذب دلوقتي تستلم بعد اسبوع. انت مش قلت الكذب راح يوصل دلوقتي؟ وهيتفرغ دلوقتي، بس لازم يقعد في المخزن اسبوع، عشان لو حد من اللي ما يتسماش يطب علينا يفتش يلاقيه. يعني كلام جد بعد اسبوع؟ تدفع الفلوس دلوقتي يبقى جد. اتفضل يا سعاده البيت. شكرا. وادي العربية وصلت. وانا جاهز. وانا عايز. عيب، ده احنا ناس عندنا ذمه. ما كنتش اشتغلت في السوق السوداء يا روح الغالية. ما هو كلام كتير مش عايز يعد البهايم يرجع بالحمولة تاني. يا ابني انت مالك؟ انت عليك تسلم وبس. اسلم؟ السلام عليكم، هرجع بالحمولة تاني. في ايه يا حسون؟ تعال انت هو. 140
290 كده 500 في ايه؟ الراجل ده يا ست هاني راس وقلت سيف لازم يعد البهايم. الله. طب وماله؟ تعالى نشرب شاي. ما بشربوش، عندي ضغط. طب اقعد اتغدى. واكل لما وارد. طب اقعد نتفاهم. انا ما بتفهمش. امال انت عايز ايه؟ اعد البهايم. انت عايز كام بهيمه؟ الاستمارة بتقول ان عندكم 500 عجلة وانا جايب كوز بال 500 عجلة، يبقى لازم اعدهم. اتفضل عدهم. طيب. عد معايا يا سيدي. ادي واحد. خد يا بنت وده غير. 2 2 3. انت بتعد معايا؟ انا بعد معاك. امال اسم الله. 4 5 يلا يا بنت. 6 7 8 9 هقولهم لك واحدة واحدة. 10 215 يلا يا ابني. 216 217 218 25. ايه ده كله؟ الاستمارة فيها 500 عجلة بس. اسمع ما اقول لك. ايه تعالي معاك. انت قلت تعد يبقى تعد ان شاء الله 10000. ماشي. معقولة ابقى جنبك وتبقى سرحان كده؟ ما انا مش سرحان في حد غريب. اظن هتقول سرحان تاي. الغريبة اني سرحان في نفسي. جايبنا لغاية الاسماعيلية عشان تسرح في نفسك؟ ما كانش ممكن تسرح فيها وانت هناك؟ تصوري كل البنات اللي عرفتهم قبل كده ما كنتش ابطل كلام معاهم في الحب. كنت اقعد ادش في كلام لغايه ما يزهقوا مني. لكن لما عرفتك، قصدي لما حبيتك بجد، عشت الحب لكن مش قادر اعبر عنه. يعني عرفت بنات قبل كده وقعدت تكلمهم في الحب، ومعايا ربنا ما فتحش عليك بكده. لكن بحبك. كنت قلت انا هعرف ازاي من غير ما تقول. مش باين في عينيك؟ الواحدة برضه تحب تسمع كلام الحب. مفيش حد بيتكلم في الحب قد الراديو، لكن الراديو عمره ما حب. طب وحياة عم احمد عصفور ان ما كلمت لا هسيبك واحب الراديو. هنا القاهره والشرق الاوسط والشعب وكل الاذاعات. نعم يا اخويا. وتحتكم على ايه نادية دي عشان تروح تخطبها؟ هو انت ما عندكش مقاس غير الفلوس يا بابا؟ عندك غيره؟ دلنا عليه يا اخويا. الحب وده تصرفه من هنا بنك ان شاء الله. يعني انت كان عندك ايه يا بابا قبل ما تتجوز ماما؟ ما انت لا مؤاخذه كنت ايد ورا وايد قدام. مصطفى عيب يا ولد، انت بتكلم ابوك. اعمل ايه؟ اذا كان ابويا ما بيفكرش غير في الفلوس، انا كمان هيبقى عندي فلوس. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا بس مش بالهبش والنهب والتهليب، بعرقي وجهدي وبدراعي. وعلى ايه تتعب نفسك؟ يا بابا هي دي لذة الحياة. والنبي انت اتجننت. ما انا هخطبها يعني هخطبها. مصطفى عاجبك كده؟
مجنون. يعني عايز تخسر ابنك؟ حد يسيب كنز ويروح يخطب واحده لا هنا ولا هناك؟ احنا نهنده عشان ما يطيرش من ايدينا وبعدين يحلها ربنا. شوفي بقى يا ناس، الواد شربه اخر حلاوه ونص بنات البلد هيموتوا عليه. كنت يا بنت واثقه من حبه اوعي تعتقيه. انت بتتكلمي تقولي ايه؟ هو لسه لا له وظيفه ولا حتى بال مستقبله؟ يا اختي هم بتوع التجاره عندهم مشكله، دي البنوك بقت على قفا من يشيل. انت هتقولي على الجدع؟ ما تقولي حاجه يا ناديه، وانت سايبانا مختاره مصير حبكم كده. انا ما يهمنيش هيشتغل ايه ولا هيشتغل امتى. انا عمر الزمن ما حقق لي حاجه. انا كل خوفي لا اتحرم منه. دي الحاجه الوحيده اللي بعتبرها ترضيه ليا عن كل اللي فات. طب سمعونا الفاتحه بالصلاه على النبي. ولا الضالين امين. مبروك يا ناديه، مبروك يا مصطفى. خلاص يا سيدي، انت بس تتعين واحنا نروح لغايه البدرشين نقدم الشبكه لست الحسن بين اهلها وناسها. الف الف مبروك يا ناديه، مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك. عن اذنكم. اظن ابسط حاجه تقول لي اتفضل. طبعا اهلا وسهلا، اتفضل. مين يا درش؟ ده الدكتور علوش يا بابا. اهلا 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 وسهلا. اهلا يا دكتور. اتفضل اتفضل. اتفضل. ممكن نقعد لوحدينا شويه؟ مصطفى خد خطيبتك وصلها. اهلا وسهلا. انت قلت ايه؟ قلت اهلا وسهلا. لا قبل اهلا وسهلا. قلت يا مصطفى روح وصل خطيبتك. وهو اصل لسه قالي فتحتها دلوقتي، واحنا بقى هنروح نقدم الشبكه ونخطبها من اهلها. انت اتجننت يا عصفور؟ اسمع، انا مش هتكلم معاك كتير. انت رجل اعمال والتفاهم معاك بالارقام يبقى احسن. انا عندي شقه في عماره كبيره على النيل و25 فدان وشويه بساتين ورصيد مش بطال في البنك، وما حلتش غير بنت واحده، وكتبت لها كل اللي حلت بيع وشراء عشان ما حدش ينط لها بعد ما اموت. انا ما عنديش مانع نلم الفضيحه اللي عملها ابنك مع بنتي ونجوزهم لبعض. انت بتصدق الكلام اللي بيتقال عند الحقيقه؟ اسمع يا عصفور، اللي حصل من ابنك اكبر من الكلام اللي اتقال عند الحقيقه، وانا كان المفروض ادخل عليك دلوقتي وفي ايدي مسدس افرغه في كرشك عشان شرف بنتي. انت جبت الكلام ده منين؟ البنت قالت بنفسها وكانت هتحرق روحها. بس الواد لسه قاري فتحته دلوقتي اهو. اسمع يا عصفور، ابنك لسه تحت باطك، وانا اتكلمت معاك بالطريقه اللي بتفهمها، وعليك انت بقى تقنع ابنك. ثم ايه المدرسه دي يعني؟ حالتها ايه؟ هنضمن منين ان بعد ما نكسر قلب الولد ونجوزه بنتك ما ترجعش تخلى بيا وتطلب الطلاق؟ الضمان اللي انت عايزه انا تحت امرك، بس نلم الفضيحه. انا مستعد اكتب له 5 فدادين بيع وشراء. وانت ايه؟ وربنا عداك العيب، انا حتى مش مستريح البنت المدرسه دي. اما احمد عصفور ده حقيقي راجل ناقص، ما يسيب الواد ينام على الجنب اللي يريحه. ايه سيبه ازاي بقى وانت علوش عندها شيء وشويات؟ حقيقي راجل ذمته واسعه. لكن مصطفى راسه ألف دبشه ما يتقدم لجوازه. راح ابوه حالف بيت برطوشي انه ما يصرف عليه مليم لحد ما يتوظف. واد سيفلقة القمر زي مصطفى ده يتساب كده؟ طب ما شغله عندي ولا الحجة لابوه. وهتشغليه ان شاء الله. هو مش بيفهم في الحسابات؟ وعلى اصولها. خلاص تبقى كريمة أولى بيه. من حقك. سقاري استاذ سقاري.
انا نفسي ارقص النهارده. وانا نفسي اشغل مزيكا. ازيك يا مرعي؟ اموت انا وماله؟ جاب الله يا ابن عمي، خاب الله يا ابن خالي، انا لله وانا اليه راجعون. معلش، ما هي الدنيا كده، جاب الله ابن عمي خاب الله ابن خالي. سقاري، استاذ سقاري، انا عايزاك عناية يا كريم. عايزاك تخلق لي الواد مصطفى ابن احمد عاشور بكره من تحت تقطيع الارض. ده غلبان وده حملك يا كريمه. يا اخي انت دايما تفهمني غلط. ما انت عارف اننا منشوف وسط منحرفين. اصل الواد ده غلبان وابوه هيضيع مستقبله وانا عايزه الحقه. طب ما انا مستقبلي ضايع وضاربني السلك ومستعد اقفل القهوه وتلحقيني انا. يا سقاري، استاذ سقاري والتاني. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك يا مرعي. انا عايزه شغاله عندي في الحسابات واديله ماهيه ومن الماهيه يصرف بيها على نفسه. انسانيه يعني. اديك فهمتها يا روح الغاليه. ازيك يا مرعي؟ يا صباح الخير. اهلا يا عمار. خير؟ الله، مش يمكن وحشتيني. يا عيني وما نمتش طول الليل. ابقى روح نقي الاكلان اللي في بيتكم يا اخويا عشان تنام. لا مش انا اللي ما نمت، ده واحد غير. وبعتك تجيب لي الحاف من عندي علشان يجي له نوم. شوف، قبل ما تتكلم معايا صلحاوي بتاعك ده ما تجيبليش سيرته، انا ما بتعاملش مع عيال. وبعدين بقى يا ست المسامح كريم. اسمع يا عمار، هتفتح انت كمان بقك معايا هتخسر. لا وعلى ايه، انا حيالله واسطة خير. ابقى نقي يا اخويا اللي تتوسط له. مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. مصطفى، مصطفى. اهلا يا ست كريم، خير؟ يا سيدي والله خير، بس اتفضل اقعد. ولا يعني احنا مش قد المقام؟ لا ازاي بقى، ده انت مقامك عالي قوي. طب اتفضل اقعد.
مستعجل قوي. على العموم انا مش هعطلك. ما تكشرش قوي كده، التكشيره مش جايه عليك. حضرتك طلبتيلي ليه؟ وانت ما رضيتش تيجي مع السقالي ليه؟ يعني عشان الطلب غريب شويه. قال لي انك انت عايزاني، قلت مؤكد في حاجه غلط. الغلط انك تفضل عامل جد قوي كده. شفت بقى التكشيره مش لايقه عليك ازاي؟ نتكلم في الجد شويه. انت مستني التعيين، وانا محتاجه الواحد ياخد باله من الناس اللي معاه. ناس مين؟ يعني انت عارف انا بورد انفار وزلط وبرامل، لزوم المعماري يعني. طب انا هعمل ايه في الحكايه دي؟ ساعه يا بيه. ما هو اكمن انت متعلم حسابات، تاخد بالك من حسابات المقاولين اللي بتشتغل معايا بدل ما ياكلوني. وعلى الاقل مش هتغشني عشان 2-3 جنيه هيدوهم لك حته مقاول. لا، حد الله بيني وبين الحرام. شفت بقى ان كانت نظرتي في محلها؟ خلاص، بعد ما تشرب حاجه ساعه هتروح مع حسونه ونتقابل بالليل. فين؟ في البيت عندي. لا بلاش البيت. ماله البيت؟ ما هو برضه مكان شغل، وهتلاقي كل الناس المحترمه عندي. لا ارجوك اعفيني، بلاش حكايه البيت دي. ماله البيت؟ مش عاجبك؟ خلاص نتحاسب هنا، يرضيك كده؟ اتفقنا. اتفضل يا شيخ. يا نادي، يا حسني، سمحت تقول لحضرتك ممكن تحضر معانا المجموعه، لان السنه قربت تخلص وهي ما تعرفش حاجه. افتكر ان انا طلبت منها انها تحضر قدامكم، وهي اللي رفضت وقالت يا دروس خصوصيه بفلوس يا بلاش. معلش، هي عرفت غلطتها ومكسوفه من حضرتك وعايزه تيجي تعتذر. انا مش عايزه حد يعتذر، انا كل اللي كنت عايزاه مصلحتها. انا كل حاجه ستي اقول لها تحضر كأن مفيش اي حاجه حصلت. متشكره قوي. جايب المجموعه اللي شويه شويه نسيت عليها من جيبي. منور يا جميل. الخيبة ملهاش غني ولا فقير، بس يا ريتكم تتلموا. ما خلاص بقى، حطيها واطي، العلم ملوش كبير. الله، بتاخدي قلمي ليه؟ ايه هاخده انا حر. ايه يا عافية؟ عافية. مش عايزيك قولي الأبلة. والله ليه؟ ما انا مش هتاخديه لما تقولي الأبلة. ايه يا بنتي؟ في ايه يا حسين؟ سماح خدت القلم بتاعي مني بالعافية ومش عايزة تجيبه. اخدتش القلم بتاعها ليه يا سماح؟ عجبني واخدته. ايوه بس ده مش بتاعك. وفيها ايه يا ابله لما اخد حاجه مش بتاعتي؟ انت عارفه اللي ياخد حاجه مش بتاعته يبقى ايه؟ يا ريت يا ابله تقولي لي يبقى ايه؟ يبقى حرام. بس انا هديكي فرصه عشان ترجعيه لها. واللي تاخد خطيب تلميذه عندها تبقى ايه؟ يا ريت تقولي لي. على كل حال انا هديلك فرصه ترجعي صاحبته تاني. على اذنك. سماح. سيبك من سماح دي يا ناديه، سماح دي عيله وانا عمري ما حصل بيني وبينها اي حاجه. وكريمه هي كمان عيله؟ انا قلبي مش مطمن. لا اطمني، الحكايه بيني وبين العيله لو حولت عن الشغل هقول لها سلام عليكم. متاكد انك هتقدر؟ يعني ايه بقى؟ يعني هي تمسك لي مسدس؟ مش مهم ان انت تبقى ابن حلال يا مصطفى، المهم اللي حواليك ما يكونوش ولاد حرام. وبعدين معاكي بقى يا ناديه، سيبك من ده كله، احنا خارجين مع بعض علشان نتبسط ونتفسح. خلينا نستمتع باللحظات الحلوه. يا انتهازي. في دي بقى انتهازي ووصولي كمان. طب اوعى كده قد. الله. لا، بقى نخلص من بنت علوش عشان تلهفوا من ايدي حته بنت مدرسه زي دي. ويبقى اللي انت عملتيه جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي. ربنا يرضيك انت وابن عمك وابن خالك وعيلتكم كلها في ليله واحده. الله،
هرد على الجدعانه كلها في البلد. ومش معنى برع يعني. يا شيخ تنيل وشوف لنا صرفه في المصيبه اللي احنا فيها دي. الحل في ايديكي. جايه حقيقه بقى بتحلي مشاكل البلد كلها، مش عارفه تحلي مشكلتك. مشكله ايه يا ابن الناصحه؟ احنا عينه واحده كريمه، مشكله القلب اللي اتفشفش من الدق. ودين اقف مع وجه واتكلم عادي. الله، انا معدول في الاثنين. كريمه خد السكه من قصيرها قبل الواد ما يفلق منك. حب الواد مفرع في قلبك، خش معاه على بلاطه. والحياه محرومش. يا ابني الايه؟ مش بقول لك ان احنا من عينه واحده؟ تفتكر بنصيحتك اروح لابوه واقول له انا طالبه القرب من ابنك؟ وماله؟ اخطبيه مني انا وانا اجوزهولك ويبقى زيتنا بايدينا، وساعتها هبقى حماكي وتقولوا لي يا عمي. جيك عمل دير. حلوه كركر. ما انت ما تطيرش الواد من ايدينا خالص. وابنك لسه ما طارش. استهانم ابنك في ايد الحقيقه. عارف يعني ايه في ايد الحقيقه؟ يعني رايح في داهيه. ما هو كله بالطمع. طمع انا؟ ليه؟ هو الدكتور علوش لما يموت هويته انا؟ الحق عليا اللي بدور على مصلحته ومستقبله. اديك طيرته خالص. طب بس لما يرجع. انت عايز تطيره من البيت كمان؟ ما تسيبهولها خالص. سيبهولها. إلا كانت بكره تتجوزه. يا ايه؟ يا لهوي! ابني انا يتجوز كريمه العلقه؟ دي ليه نص البلد يا وليه؟ هو الدكتور علوش بتاعك ده يجي جنبها حاجه؟ يا حبيبي يا ضحيه ابوك يا ضنايا، يا اللي طلعنا بيك من الدنيا يا حبيبي. ايه يا وليه؟ انت هتعجبي؟ وابني جرى له حاجه؟ بكره يجرى، بكره يجرى لك يا ابني. اهو جه. قومي حضرين له عشاء. عشاء؟ هو عايز يبيع حاجه في البيت؟ ده الثلاث تقبلها من ساعه ما حرم على اكل البيت. عندك شغلانه غيرها؟ والشغل لزومه ايه بس؟ لزوم اني ما مدش ايدي لحد. يا مصطفى انت بتشك ان انا بحب مصلحتك؟ الله يسامحك يا ابني. طب قول لي، الحقيقه ما لمحتلكش بحاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني جواز ولا كده ولا كده؟ انا عاوز اعرف انت عاوز ايه بالظبط؟ الله، جريه يا ابني، هو الكلام مش اخد وعطا؟ يا بابا ما تخليش الواحد يتكلم، هي الدنيا عندك اخد وبس، مفيش عطا ابدا. ايوه، شفت اخر شغلك مع الحقيقه؟ تعالى يا سالم، تعالي شوفي خلفك، الحقيقه قست قلبه على ابوه. تعالى يا ام الولد. وانا ما اقدرش ارجع بلدنا قبل الاجازه ما تخلص. الحكايه مش هتاخد غير يوم واحد. هو احنا مش قرينا الفاتحه؟ اطمن بقى، قلقان من ايه؟ عاوز اتعرف على اهلي. يا سيدي اطمن، ما دام انا قلت يبقى هما مش هيقولوا حاجه. طب قولي يعني منى. قول يا مصطفى، عملت ايه في حكايه تسليم المباني المخالفه؟ الحكايه دي مش باين لها اخر. تصوري عمول الخرسانه اللي محتاج 16 سيخ حديد بنحط له احنا 8، المونه اللي محتاجه 200 كيلو اسمنت بنحط لها 100، المباني اللي المفروض نسلمها 200 متر بنسلمها 220 متر مربع. طب ما تبلغ مهندس الاسكان. مهندس الاسكان اللي سهران في مجلس كريمه العايقه طول الليل. امال هتعمل ايه؟ انا عامل تقارير عن كل المخالفات وهبلغها لمستويات اعلى من كده بكتير. اما ست مؤذيه، حد يعمل كده في مساكن شعبيه هيسكنوها الغلابه اللي بيوتهم وقعت. ما يخص عليها ايه؟ هي تقبض وهم يندفنوا تحت الانقاض وتاخد كمان سمساره من الحانوتي. اعمل ايه بس يا دكتور؟ اعمل ايه؟ يا راجل، هي دي بنت هكتب كتابها غصب عنها؟ يعني هتصرف انا بطريقتي؟ وهتتصرف ازاي؟ بالطريقه بقى اللي ترجع لبنتي حقها. ما هو بنات الناس مش لعبه، انا اللي يضيع بنتي اضيعها هو واهله. بقول لك ايه يا دكتور؟ ايه الكلام الكبير ده؟ ما تتكلم كلام على هذا. مش مصدقني يا احمد يا عصفور؟ تحب اجيب لك ابنك قدامك في حديد؟ بقى هو ده شرطها علشان استمر معاها في الشغل. شرط مين يا ابني؟ هي تعرف حاجه على اللي بقوله لك ده؟ دي كانت تقطع رقبتي. امال بتقولوا ليه؟ بس انا شايف انها حنت للبيت والجواز والستره والراجل، وخايف حد من الهبيش اللي حواليها يلعب بعقلها. يا عم ربنا يسهل لهم فيها. بذمتك انت تطمن لاي هلف من اللي حواليها؟
والنبي ده كان من الصبح يبيعها هدومها. اشمعنى انا اللي هحافظ على هدومها؟ الله، طب ما احنا فيها اهو، هي حساباتها وشؤونها مش كلها في ايدك وماشيه بمرض الله. تفتكر كده؟ جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي. ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني تاخد العمليه كلها في حضنك وتشيل الجمال بما حمل. طب انا الكل في الكل؟ اديك فهمتها لوحدك. جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي، افهموها بقى. ما تخافش عليا، ده أنا واحدة سجون في العيش يا انت واخدة البكالوريا. واخدة البكالوريا. ايوه ست منيره. ما تخافش عليا، ده أنا واحدة سجون في العيش يا انت واخدة البكالوريا. ما تقول يا عم قول يا اخويا، والله اخوانك هو. ايه؟ ست كريمه الحقيقه بقيتها بره الليله دي مسافره، اجلت الجلسه للغد في نفس المكان ونفس الزمان. يعني ايه؟ يعني اتفضلوا من غير مطرود. جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي، ازيك يا مرعي؟ يلا ايه النكد دي؟ يلا 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 بينا يا رجاله. رجالة الحسينة تفرح ملكات ادي احنا ماشيين. نورت يا عمدي. اهلا داش. اهلا يا ست كريمه. روح انت يا حسونه وانا هقفل المحل عشان في شويه حسابات بيني وبين الاستاذ مصطفى هنخلصها. طب وماله؟ استنى لغايه لما نخلص لا احنا يمكن نتاخر وانت ما تلاقيش مواصلات للعزم كده. طب سلام عليكم. سلام. سلام. اخبارك ايه يا مصطفى؟ جاب الله يا ابن عمي، خد الله يا ابن خالي. شوف يا مصطفى يا حبيبي، انت هنا كاتب الكميات اللي انت استلمتها والكميات اللي انت سلمتها مش مكتوبه. لا 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 لا، مكتوبه 50% من الكميات اللي استلمتها. انت عايزهم يقولوا علينا ايه؟ بنضحك على الحكومه وناخد الاذونات ونبيعها تحت ذمه المشروع. لا، ما هو المقاول هيشتغل معانا. ما هو بصفتك انت الملاحظ اللي من طرفي لازم تقول وتكتب ان المقاول صرف الكميات كلها. طب افرضي المهندس بتاع المشروع يعني كشفنا وودانا في مصيبه. يا حبيبي مصيبة ايه؟ هو مين اللي هيستلم مننا؟ ده المهندس مصلح اللي نص فرش بيته من جيب واللي لبس مراته من محل. عندك حق، بس برضو الحكايه محتاجه شويه تفكير. فكر على بالي وانا من ايدك دي لايدك دي. يلا بينا يا مصطفى. اتفضلي. ايه في ايه مالك؟ المغص الكلام. انت بتاخدي لي علاج؟ لا لازم عملية وانا مش مستعدة لها دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ مش عارفة اروح ازاي. انا اروحك. يلا بينا، يلا يلا. اهو يلا. لا ابدا، شويه مغص كلام. كلوي ومن امتى بيجي لها كلام؟ لا بيجي لي يا سنية بس انا ما برضاش اتكلم. لا مش هنا، من هنا على السرير على طول. سنية. نعم يا ست. روح انت للدكتور سعد في الاجزخانة يشوف لك دواء. طب ما اروح انا الاجزخانة. مش انت، ما تسيبنيش لوحدي. من عينيا يا ست. تعالى من هنا على السرير. يا جميل. مصطفى عارف هتعمل ايه؟ ايوه عارف، الورق وهمضيه. في حاجه تانية؟ ومالك مستعجل كده ليه؟ اصل وانا شغل في المحل. يا شيخ بلا شغل بلا كلام فاضي. وهاكل منين بقى ان شاء الله؟ يوه احنا مش هنتجوز. هبقى ايه؟ دمك هتذبحني يا ابن ابويا.
يا جدع انت كبرت وبقيت راجل. لا بقى انا عيل و60 عيل. واللي عملته ده عمايل عيال برضه. بيتك كل ده تلبيخ؟ ده انت كنت هتوديني في داهيه. على بالي يا سي مصطفى، الحمد لله انك جيت. الست كريمه قافله المحل النهارده، خد وصل لها مفاتيح البيت. كفى الله الشر، ده عمرها ما عملتها. لا اصل كان عندها شويه مغص كلوي بس خفت على ايدي. يعني انت مصدق ان ده حصل فعلا؟ يا مصطفى انا مش ممتع اصدق او ما اصدقش، واحد جاي يقدم بلاغ لازم اسجلهوله، ولا بصفه شخصيه بترجله عشان اتفاهم معاك. اقسم لك ان البنت دي كدابه، هي قالت لي بعظمه لسانها انها ترغم ابوها على انه يجوزها لي وانها تدعي عليا ده فعلا. يا مصطفى عندك دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وانا اجيب دليل على حاجه زي كده منين؟ طب روح اتفاهم معاها، اتفاهم مع ابوها، بس المهم تلحق نفسك عشان مستقبلك. انا مش فاهمه انت خايف من سماح ليه؟ ناديه انت ناسيه كلام الظابط. وهو كان في حاجه حصلت منك بصحيح؟ لا طبعا، بس هي هتصر على اقوالها وعندها مليون الف طريقه تثبت بيها كلامها. وانا بقى على بال ما اثبت براءتي هكون قضيت نص عمري في النيابه. خلاص ما دام خايف كده روح اتجوزها. وبعدين معاك يا ناديه، هو انا هلاقيها منك ولا من سماح ولا من العيقه؟ مالها العيقه رخرة؟ مفيش حاجه، بس يعني عندها شويه مشاكل في الشغل. مصطفى في حاجه بينك وبين العيقه انا ما اعرفهاش؟ هيكون في ايه يعني؟ مفيش حاجه طبعا. المهم سيبك من الموضوع ده خالص، انا عاوزك تطمني من مقابلتي لسماح. الله حلوين قوي، لكن عرفت مقاس ازاي؟ دول مش عشانك، دول علشان انا ونادي. بقى جايبني لغايه هنا على ملا وشي عشان تعفن عليا؟ شوفي بقى، انا وناديه خلاص هنتجوز، سيبك من اللي في دماغك بقى، حل عننا. شوف يا مصطفى، تعرف لو اللي في ايدك ده ورقه الجواز مش علبه الدبل هتتجوزني يعني هتتجوزني. جارك ايه يا بنت انت؟ هي مساله عند؟ سميها كده، ما دام الحب ملوش قيمه عندك يبقى العند. هي كلمه واحده، يا الجواز يا السجن. انت عندك ضمير انت؟ يجوز لا، لكن عندي قلب. كدابه و60 كدابه. على الاقل عندي كرامه، ما بالش ان واحد يدور بيا ويلعب بيا وفي الاخر يرميني زعوه بالسيجاره. وانا بقى بقول لك مفيش فايده، واللي تقدري تعمليه ابقي اعمليه. قادر على كتير يا مصطفى وهتشوف. طلبتيني؟ اهلا. خير؟ خير طبعا، هو انت وراك غير كل خير؟ خد اقرا الكلام ده. مش دي الشكوى اللي قدمتها ضدي للمسؤولين؟ خليها معاك علشان تفكر شويه وتشوف حجم اللعبه، انت قدها ولا اكبر ولا اصغر؟ فكر شويه يا مصطفى. هو انا بعمل كل ده لمين؟ مش عشان احنا الاتنين؟
انا بحبك وهنتجوز يا مصطفى. انا لا احبك ولا هتجوزك. انا بحب ناديه وهتجوز ناديه. وناوي تعمل ايه؟ اي حاجه غير اني اسكت. هو مفيش مسؤول غيره في البلد؟ في 1 و2 و20، في الصحافه، في القهاوي، حتى لو اضطريت اقف وسط الناس واخطب فيهم عشان اقول لهم الحقيقه. وانا هتجرجرني وراك في القهاوي؟ يا مصطفى كفايه لغايه كده، بدل ما تلاقي نفسك مرمي في السجن بتهمه متلفقه. انت بتتكلمي ازاي يا ناديه؟ دي بلدنا ولازم ندافع عنها. محدش ينفع يا كريمه صدقيني. عشان البت دي جننته. مش جننته، تحششت جواه وخلاص. فضك منه بقى، وجاب الله يا ابن عمي خد الله يا ابن خالي. ابدا يا سقاف، مش بالسهوله دي. البت دي ما تاخدش مني غلو. سقاف، نعم. البت دي لازم تسيب البلد. والله اذا كان بيشتغل عندك ارفديها. مش عندي، وحرفتها برضه. البت دي لازم تطلع بفضيحه من البلد دي. تلهفوا منك بنت الدكتور، وجاب الله يا ابن عمي خد الله يا ابن خالي. ده هي اللي هتبقى الطاق لغايه ما اخلص من المدرسه، وبعدين ابقى اندر لها. انا بدي افهم بس، انت جايباني هنا ليه؟ انا النهارده عندي حصص مهمه قوي. يعني فالحه يا اختي؟ على رايك. تعجبين، ومادام مش فالحه في المدرسه يبقى البيت احسن لك وسترة ليكي. كان نفسي، لكن منها لله قبل نادي لطشت مصطفى مني. جبت الفايده. لو اتجوزته هتاخده معاها مصر، وانا كل اشغالي معاه ومحتاجاله. لكن لو اتجوزك انت هيقعد هنا، هيروح فين؟ يا ريت، بس ازاي؟ انا اقول لك ازاي، بس اللي اقول لك عليه تنفذيه بالحرف الواحد، وانت هتلاقيه زي الخاتم في صباعك. من بقك لباب السما. المهم تنسيها له ونسيه نفسه كمان. بس الخطه دي محتاجه واحد، لكن انا هلاقيه. لو النبي اوعي يكون انا. يا شيخ اتنيل، هو انت الطول؟ بقول لك ايه، ما تجوزها لي بالمره وانا اقابلها بالفضيحه. هتجري قدامك، ابقى اجري وراها لحد مصر. والله زمان انا باين هرجع السجن تاني. مصطفى، انت عاوزه ايه تاني؟ انا مش عاوزه حاجه. انا بس يا مصطفى مش عاوزاك تزعل مني وتسامحني على كل اللي حصل. انا صحيح كنت مجنونه، لكن خلاص عقلت. انت عمرك ما هتعالي. بالعكس يا مصطفى، انا اكتشفت ان انا مش ممكن اتجوزك وانت بتحب واحده غيري، والا بقى اكون بخرب على عيش مش ببنيه. صدقني يا مصطفى، انا احترمتك جدا لما انت واجهتني بالحقيقه. على كل حال الحاجات دي اسمها ونصيب. معقوله؟ معقوله انت سماحه اللي بتتكلم؟ انت جالك ايه؟ ابدا، فقت يا مصطفى لدرجه ان انا نفسي اصلح علاقتي بابله نادي. كمان ذنبها ايه المسكينه؟ هي حبتك زي ما انا حبيتك بالظبط. لا لا لا، انت مش مجنونه، انت اتجننتي. ايه رايك يا مصطفى؟ انا نفسي اروح لها بنفسي واهنيها على الخطوبه. ايه رايك؟ معقول يا سماح؟ ايه وفيها ايه؟ فيها حاجه لما اعبر لها عن شعوري؟ ابدا، دي تنبسط بيكي قوي. خلاص، ايه رايك بقى تيجي معايا؟ انا اروح لها؟ فيها ايه؟ لا لا، ما يصحش. ليه؟ انتوا دلوقتي مخطوبين رسمي، وبعدين جوزها الاولاني كان بيروح لها ومحدش قال له حاجه، وانا رايحه معاك. النبي يا مصطفى، عشان خاطري، عشان تساعدني اعمل حاجه كويسه، وبعدين يعني دي هتبقى مفاجاه حلوه لقبل نادي. والله باين عليكي مجنونه فعلا، ومش عارف اخره المشي وراك ايه. معلش يا سيدي بقى، ما هي دي اخر جناني معاك، بعد كده هتخش في جنانها هي. ناديه، ناديه دي الست العقليه. بس مين بقى يعرف الكلام ده؟ دي بلد لا عتقة عاقله ولا مجنونه. تصور من جنانهم كانوا طالعين عليها اشاعه مع مين؟ مع مين يا اختي؟ ابوك اظن. لا، اسخر، السقاري. يا نهار اسود، ليه؟ هي الرجاله ماتت؟ انا عارفه،
تصدق ان في علاقه بين واحده مثقفه زي ابله ناديه وواحد يا دوب بيعرف يبصم؟ العقل زينه. ممكن يبقى صحيح. فانت ليه تكلمي؟ انا عاوز اعرف ايه اللي يجيب واحد زي ده هنا. معرفش. معقول الكلام ده؟ عينيا كده قدام الناس، هو عنده يبقى في حاجه. على فين يا سي مصطفى؟ مش قادر تصبر؟ انتوا مش مخطوبين يا اخي؟ ولا هو في دخل قبل كتب الكتاب؟ انت بتقولي ايه؟ سماح كانت معانا وعاوز تبوظ سمعة بنت الدكتور كمان. سماح مين يا بيجح؟ ده احنا مقابلك من الصبح وانت عمال تلف وتدور حوالين البيت. ولما سمينا حارسها وساعة الفراشه راحت فاتحه لك الباب. ايه الكلام الفارغ ده؟ دي مؤامرة مدبرينها يا مصطفى. مؤامرة مين يا بجحة؟ وكمان لك عين تتكلمي. حرام عليكم بس خلاص. قول حاجة. اتكلم يا مصطفى. هيقول ايه؟
عليه. على فين يا عروسه؟ مش لما الزلف الكلام اللي جوه البلد. هم السبب، هم اللي قتلوكي، هم السبب. هتشهد معايا بهم وقت قدام العربية. نادية هم السبب. أنا مش هسيبهم يا نادية، مش هسيب كريمة الحقيقة، مش هسيبها أبدا. يلا انا فين؟ تعملي العمل وتنزلها فين؟ وانا مالي؟ هو انا لبستها؟ لا بقى يا روح منادك روح، احبك قوي لكن اكتر من نفسي لا. جرالك ايه يا راجل انت؟ جالك مخك حاجه وانا قربت منها؟ الكلام ده قولي في التحقيق، انما انا ما اروحش بلاش. شيخ البلد خدامك يا عمده، اتحفظ على المتهم الحين عرض على النيابه. متهمه بايه يا راجل انت؟ سيب سنه مصارينك. تقدر تقول لي متهمه بايه؟ قتلتيه؟ ايوه يا كريم انت قتلتيه. اديك سمعت بودان. سمعت ايه يا راجل انت؟ هو انت مش كنت معايا؟ معاكي في ايه؟ طالعه شقره يا شيخ البلد. سمعنا الراجل بيزعق وبيتهمك، ما اقدرش افرج عنك الا بعد القضاء على النيابه. ولا ايه يا شيخ البلد؟ ايوه كده تمام يا حاره عمده. ده كده وكده كمان. ده هو انت هتنفعيني لما اروح في داهيه وعيالي يتلطموا؟ شيخ البلد نعمل يا عمده، اتحفظ على المتهمه وخدها على النيابه واعمل اللازم. يا ابني دي عندها ارتجاج في المخ وعندها كمان حاله هبوط في القلب حاله، يعني انا ما اقدرش اعمل لها حاجه، حالتها خطره. انقلوها على مستشفى الاسماعيليه المركزي وانا مش مسؤول عنها، وكمان ما تقولوش ان انتوا دكتور هنا. لا انت فاكر ان انا هسيبك عشان تموت مننا في السكه؟ انت ممكن تيجي انا هموتك انت، هموتني يا ولد. انت كنت فاكر انها لما تموت يا ولد انا هتجوز جدك، هقول انت محمار وانا هموت ايدك. اوعى يا ولد على بالك، اوعى يا ولد. انا مش هسيبك يا ولد، تعالى انت. وقد نبهنا نحن المهندس المسؤول على المذكوره اللي هي مين؟ الله، جريمه العيله مش اسمها مكتوب في اول المحضر؟ اكتب. نبهنا اكثر من مره شفاهه الى هذه المخالفات السابق ذكرها التي لا تتفق مع العقل ولا مع قواعد سلامه المباني المتعاقد عليها، مما يهدد امن السكان. لذا فعلى الجهات الاداريه اتخاذ اللازم. السلام عليكم. طيب ممكن اشوف سجل العيقه؟ اوصل لحد شارع الهرم تلاقي بدل الواحد 1000. لا العيقه بتاعتنا. هات لنا امر من النيابه. في كلمتين ولاد غطار، اصلها ولدها للحم بطال، ما نزلش جوفها حاجه من ساعتها. يا ما نزل في جوفها يا سيدي ومالع، خلي جوفها يستريح شويه. يعني مفيش فايده؟ عليك نور، اديك فهمت. روح اتبخر بقى لحد يحسدك. طب سلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. ست كريمه حسونه؟ ايه يا ست كريمه؟ ايه اللي حصل؟ ايه الحكايه؟ مالكش دعوه انت بحاجه. طب مش ادالك محامي ولا حاجه يا ست كريمه؟ لا بلاش محامي. اسمع، انت تفتح درج المكتب هتلاقي فيه نمرة تليفون في الاجندة البني، ما جنبهاش اسم ولا حاجة، تحتها 3 خطوط.
انت سامعني ولا لا؟ سامع يا ستي سامع. انت تضرب النمر واللي يرد عليك تقول له يا سعادة البيه العلقة محجوزة في الاسم وبس، ما زودش عن كده. من عينيا يا ست حمامة. ايه ده كله؟ كل ده عن وين الست؟ ست مين يالا؟ دي تهمة للدكتور. دي التذاكر والأدوية بتاع الوحدة اللي احنا بنستعملها في العيادة. دخل اسلمها لهم جوه واخلص نفسي. انت خلصت نفسك ولا لسه؟ منين؟ من ايه؟ مش الشرطة اللي جاية البلد، مش الحكومة جاية يالا وساعتها هيبقى اخوك ماخوك وابوك مابوك. يلا واذا جه الطوفان حط ودك تحت رجليه. يا نهار اسود، هي ايه الحكاية بالظبط يالا؟ لا لا، الحكاية ان التحقيق ابتدى في البلد، وطالما انه ابتدى مش هيخلص، فاذا كان عندك حاجة خش قولها للظابط وخلص نفسك بدل رجليك ما تيجي في الخيم. عايزين انت وايه؟ وايه اللي بتاخدوه مني كل يوم يا حراميه نصابين؟ انتوا فاكرين ايه؟ الجمعيه دي مش للصرافه، الجمعيه دي ود الكلام. طب من امتى؟ من النهارده وبكره وكل يوم، والايش اللي بتلهفوه انتوا اولى بيه الراجل الغلبان اللي بيسقى وبيدفع الدم عشان يوفر ايش البيت. احنا؟ طب وليش اللي بتلهبه انت؟ انا بلهب ايش؟ طلعوني من وشي بقى عشان افتح نافوخ. طلبتني ليه؟ بصراحة يا عمدة أنا فكرت كتير قوي في الكلام اللي كنت قلتهولي. عمدة بعد اللي حصل لي ده كله أنا محتاجة الراجل يحميني وما لقيتش غير أنت. كل وقت والوقتات. مانيش فاهمة يا عمدة. يعني الظروف اتغيرت وهي دلوقتي بقوا صغيرين عشان اجيب لهم بركات. المهم عايزه حاجه تانية؟ عايزاك تخرجني من الورطة اللي أنت لقيتني فيها دي عشان كلمتين قالهم واد مجنون زي ده. والله لغايه ما النيابه تحوله على الطبيب الشرعي ويثبت انه مجنون وان اخوه بيعتد بيه انا ما اقدرش اعمل حاجه. ده يخرب بيتكم، ده أنا ضيعكم. يبقى قضى ربنا، هو حد بيهرب من القضاء؟ سلام عليكم. هي مش النيابة جاية عشان القتيلة؟ هقابلها وهقول لها يا نيابة العمدة وشيخ البلد خدوا مني الفلوس وجابوا لي عجلة بدل الجاموسي. يا نهار اسود يا ولاد، اسمع ما اقول لك، انت تبلغ عن العمدي ومحدش له دعوه بياني. ايوه بلغ انت عن العمدي وانا هشهد لك انت واللي زيك. لكن قسما عظم حد منكم يجيب سيرتي في البلد ما يكون خريبها كبيرها تصغيرها. راجل حرام عليك السيجاره. ايوه طبعا. سقالي استاذ سقاري قلت لك. الله، كنت فين يا سقالي؟ انا عارف انت كنت فين بالظبط. اول ما الولد حسونه قال لي ما ونتش. طول عمرك أصيل وراجل اللي بعتمد عليه. الاعتماد عليه وحده، اعتمدنا عليك يا رب. والرجالة كمان يا سقالي، الرجالة اللي بتظهر وقت الشدة. صحيح، هما فين؟ انا مش شايف رجال، مش شايف رجال. لا مؤاخذة يا فندم مش ليك. ما تتنيل، هو ده وقت التريقة. شفت العمدة وعمايله؟ وهي دي حاجة غريبة؟ ما انت عارف ان العمدة ده راجل ناقص. بذمتك أنا زقيت المدرسة على العربية عشان تدهسها. مش خطيبها هو اللي قال كده؟ يوه، وانتوا مش كلكم كنتوا معايا؟ لا معاكي فين بقى؟ احنا كنا ورا وانتوا قدام. على ما حصلنا الناصية لقينا البناية على الأرض والعربية قدامها والجدع بيولول وانتوا قدام العربية. الشهادة لها كريمة. دلوقتي بقيت بتعرف ربنا؟ معرفتوش ليه وانت داخل عندها؟ معرفتوش ليه وانت بتحلق عليه؟ حتى انت يا سقاري. من كان بلاش راح بلاش، وجاب الله يا ابن عمي خد الله يا ابن خالي. انا فهمت بقى عملتك يا كريم، انا فهمت. عملتوا ايه؟ لا الدكاتره معاها جوه وبيعملوا ده. سيبها لازم ماتت وانت عاوز تهرب. لا لسه ما ماتتش. انت مش هتمشي من هنا لما تقوم وتمشي على رجليك. يا سيدي تعالى معايا قدامي بقول لك قدامي. يا شيخ البلد، يا راجل انت عندك ولاية، حرام عليك. ايوه بس مجنونين في بيوتهم، لحد يعرفهم ولا يعرفوا حد. لانهم غفر زي ابوهم، لو فيهم واحدة عدت ما كنتش خبيتها. على مكان ايه؟
وبرضه ده ما يمنعكش تقول الحق. النائب العام بالقاهرة، أبلغ سيادتكم بالتالي. بقى يعني لحمة الجمعية اللي بديها أحمد عصفور هي اللي هتنجيك من التهمة دي؟ طب والله العظيم لو حلفت لهم من دلوقتي لحد الصبح ما حد هيصدقني، لأن أحمد عصفور هيعترف ولا أنا هعترف ولا اللحمة نفسها هتعترف. والحمير العجوز والخيل اللي اتقطع نهائي وده بحنتي. طب والله وديني ماني سايباك الا لما يعلقوك زي الذبيحه يا جزار الحمير انت. والله ده شيء يخصك انت، انما انا بقى مش قد اللعبه بتاعتكم دي. يعني انا موظف حكومه وغلبان، انتوا بقى تشهدوا على بعض، انما انا تخرجوني من اللعبه دي كلها. لا ده انت اللي هتخرج على ظهرك يوم ما يرفدوك من الوظيفه وتنتحر ان شاء الله. مش انت اللي ماضي على ورقه سلامه التنفيذ وسلامه مطابقه المواصفات؟ ومال الوحدة الصحية والأدوية ومال البنت اللي خبطتها العربية؟ دي سكة ودي سكة. لا انت اللي كنت عايز تخلص من البناية عشان مصطفى يروق لبنتك، عشان كده اتفقت مع السواق يعمل عملته السوداء. يا شيخة اطلبي النجا تنجي، مش تدوري على الأذية. واديني اللي اشهد عليك واوديك في داهية يا دكتور الطوع بنتك. اتفضل. كده يا أستاذ، انت كده هتدفع فلوس كتير قوي. انا مستعد ادفع عمري كله، بس التغيير ده يجيب نتيجه. البيوع فين؟ اهلا يا سعاده الباشا. اهلا يا باشا. اهلا يا باشوات. اتفضل. ها، ايه حالة المصابة؟ الإشارة اللي وصلت بتقول إن المصابة رجعت لحالتها الطبيعية وممكن خروجها من المستشفى. يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. طب بقول يا سعاده الباشا، ما دام الحكايه جت سليمه كده مش نخلع احنا بقى؟ تخلع طب فين؟ اخلع واحد. قول له يا برع، هو مش خلاص المصاب هتخرج من المستشفى؟ انت مالك ومال المصابة؟ انت هنا عشان البلاغات اللي زي الرز اللي مقدمينها لبعض. عاوز ايه يا نديم؟ الظروف كانت صعبة، كانت أقوى مني. أنا مت وحيد 1000 مرة من ساعة اللي حصل ده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. وانا كان حصل لي ايه؟ انت عارف وجاي كتير، ده زائد الصدمة طبعا. كل ده عمل لك هبوط مفاجئ في القلب، لكن الحمد لله. معقول يا نادية كنت هتحرم منك؟ ايه حيلك اذا كانت وحشتك قوي خد واتكل على الله كمان. بجد؟ والله يا ريت كلهم تخرجوا هنا بالشكل ده. طب يلا بينا نرجع في كلام. اتفضلوا. اتفضل يا عمده. اتفضل يا مش غلبان. واللي برضيه حط عمدي المقامات محفوظه حتى ولو في تكشيبي. اتفضل. غرجتك البلا والشلاحس. ايه؟ يلا بقى امال. يلا جاب الله ابن عمي، خد الله ابن خالي. ازيك يا مرعي؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا مرعي؟
سواق على النعمه بتاعت تركب عربيه غيرش بس الحكومه هي اللي مغصوبه عليك. يلا